لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. سكرك في ايدك رعاية مرضى السكر، تطبيق باين من اسمه ان هو تستخدمه مرضى السكر. المفروض ان التطبيق دوت مش بيقيسلك معدل السكر في الدم ولا حاجة، لا هو انت بتكتب سكرك كل ما بتعمل تحليل، وبتكتب انت اكلت ايه وشربت ايه. فالتطبيق ده بيساعدك ان انت تعرف، بيدي مستوى بياني ليك او للدكتور بتاعك لو سكرك عالي لو سكرك واطي، بتبقى انت عارف اما اكلت ايه حصل ايه ولما اكلت ايه حصل ايه، لان انت بتسجل اول باول كل مستويات السكر في الدم عندك. يعني ضغط، هتكتب الضغط، والضغط برضو بيأثر على السكر. هتكتب الاكل اللي انت اكلته بالصور، هتكتب نصايح الدكتور معاك، هتكتب الادوية اللي بتاخدها، هتكتب وزنك، هتكتب فطرت ايه، اتغديت ايه، اتعشيت ايه. كل الحاجات دي بتساعدك انت والدكاترة بتاعتك. لو انت مثلا حصلت لك لا قدر الله غيبوبة سكر، بيبقى فيه رسم بياني للسكر بتاعك كان مستوياته ايه، بيعلى امتى، بيوطى امتى، لما اكلت ايه عالي، لما اكلت ايه وطي، كنت بتاخد ادوية ايه. كل الحاجات دي بتبقى محتاجها جدا ومحتاجها الدكتور جدا لما بيجي لا قدر الله غيبوبة سكر ولا حاجة زي كده. تطبيق سهل وبسيط، محمله مليون مستخدم، واخد رقم واحد في تطبيقات الرعاية الصحية. لو مكنتش عارف تطبيق قبل كده وعرفته من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب، تقييم التطبيق ممتازة جدا.